سلام البنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ لما سمسم الأفلوية. أنا رجعت لكم من جديد. عاود طلعت لكم هذا الكاطو اللي درته في العيد الصغير. يا اخي قلت لكم درت شحال من وصفة في العيد الصغير وما طلعتهاش. راني بديت نطلع لكم فيها. طلعت لكم المره اللي فاتت هذاك البنيوت تاع القلوبه، واليوم راني طلعت لكم هذا الكاطو. وهذا الكاطو محشي بواحد الكريمه، الذوق تاعها هبال. اذا عجبتكم لاغوسات وعجبكم هذا الكاطو البارد، كملوا الفيديو حتى التالي باش تشوفوا طريقة صنع هذا الكاطو. راح نقسم معكم الحبة باش تشوفوا هذيك الكراميل، عفوا الكريمة اللي درتها اللي حشيتها بها. يجي واحد الكاطو الذوق تاعو هبال. ما تروحوش بعيد وابقاو هنا باش تشوفوا طريقة صنع هذا الكاطو البارد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة نجيبوها أن نذوب الشوكولا البيضاء تاعنا في حمام مائي. نضفت لها هنايا ملعقة فقط واحدة تاع زيت باش هكذاك ما تفسدليش الشوكولا تاعي. من بعد نجيبو المول تاعنا اللي ديجا كنا من قبل درناه في المجمد، باش كي يكون بارد راهي تسهل عليك عملية وضع الشوكولا البيضاء. وحاولي انك تاكدي على الاطراف باش هكذا كي يجي ديمولي المول تاعك مش راح يتكسر لك. بهذه الطريقه راح نعاود هذه الطريقه 3 خطرات. بعد ما دخلت المجمد وبردت راح نعاود لها طبقه ثانيه. وكما قلت لكم لازم تاكدوا على الاطراف باش كي تجوا ديمولو في الكاطو تاعكم مش راح يتكسر. نعاود هذه الطريقه 3 خطرات ونخليها في المجمد. هنا في هذا الوقت اللي راه في المجمد نحضروا مع بعض الكريمه. درت كاس تاع حليب مع كاس تاع غبرة كريم شانتي، نخلطهم مع بعض مليح. من بعد راح نحطهم فوق النار تسخن لي هذا الحليب والكريم شانتي. وهايليك بعد ما سخنت نجيبو 200 غرام تاع الشوكولا تاعنا، شوكولا بالحليب قطعتها الى قطع صغيره. ونحاول اني نذوبها مليح في هذاك الخليط الساخن. نزيدوا لها ملعقه تاع الزبده ونستمروا في الخلط. بعدها نجيبوا هذا البلاستيك تاعنا نديروه على وجه الكريمه تاعنا وندخلوها للمجمد. وهيليك بعد ما بردت معنا مليح الكريمه كما راكم تشوفوا تكاثفت بهذا الشكل، راح نجيبوا الباتر ونحاولوا ان نطلعوها مع بعض. نبقاو نطلعوا فيها حتى نتحصلوا على كريمه. وهاي ليك الكريمه اللي تحصلنا عليها. هنايا نديروا هنايا ذوق التوت البري راح يعطيها وحده الذوق ومن حتى لاكولار. كما راكم تشوفوا هاد الكريمه اقتصاديه وفي نفس الوقت تقطع لك كميه كبيره كما راكم تشوفوا، وتجي الذوق تاعها هايل. هاي ليك الكريمه اللي تحصلنا عليها. راح نجيبوا كيس حلواني نعمروا فيه الكريمه تاعنا ونحطوها بجهه باش رايحين نحشو بها هذيك الشوكولا اللي رانا درناها في المولات. بهذا الشكل نحشو بها الكاطو تاعنا، نعمروه كامل طبقه منها، نعاود نرجعوها في المجمد باش تحكم روحها شويه. من بعد نعاودو نديرو طبقه اخرى من هذه لاباطاغون بذوق الفخاز. من بعد نعاودو الطبقة الأخيرة نديرو من هذاك الحشو نفس الحشو اللي استعملته في البنيوة تاع القلوبة. اللي مش ما شافتش الفيديو تقدر تشاهدوا باش تشوف الحشو واش درنا فيه. راح نخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو. من بعد كامل كي حشيتهم نديروا لهم طبقه من الشوكولا البيضاء، طبقه رقيقه، ونعاودوا نرجعوهم للمجمد مليح. من بعد نبداو نديمولو فيهم. هنا راني نحيتهم كاع. راح نوري لكم الطريقه. نجيبوا الموس تاعنا ونديروه من الجهه مش من ظهر الموس، ونبداو نطلعوا فيه هذوك الجوانب بشويه باش هكذاك نضمنوا الحبه تاع الكاطو تاعنا مش راح تتكسر. لازم تتعاملي معاهم بشويه بشويه حتى تنحي الحبه تاعك. راح تتحصلي على هذا
الحبة بعد ما تديموليها بهذا الشكل. كما قلت لك حاول انك فقط المرة الاولى تفتحيها بظهر الملموس. من بعد رايحة كامل هذوك الحبات تاع الكاطو تاعي ندير لهم هذا الملمع باش يعطيهم لون. وهنا راني محضرة هذا الصابلي قطعته الى كاريات. من بعد رايحة ندير لهم هذاك الملمع فقط في الجوانب باش كنا نحط الحبة تاع الكاطو تاعي يبقى الحواف بهذاك اللون تاع لاكري هذاك الذهبي. من بعد ندير شويه شوكولا بيضاء. وهنا هذا الاطارات راني حضرت بعجينه السكر وهما ثاني درت لهم هذاك الملمع. من بعد نلصقهم بالغراء الخاص بالكاطو ونزين بهذا الوردات. تقدري تزينهم بهذه الوردات اللي راهم يتباعوا واجدين، ولا تقدري تخدمي لهم وردات بالعجينه السكر. هذا هو البنيون تاعنا، سهل التحضير، اقتصادي، والشكل تاعو يجي باهي والذوق تاعو ولا اروع. وبالخصوص هذيك الكريمه اللي خدمناها بذوق التوت البري، كريمه هايله واقتصاديه. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله. اذا جربوهم وصدقوا معاكم ما تبخلونيش باللايك وبالبارطاج. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.